ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة وصفة بسيطة جدا، وصفة روعة، وكمان الأطفال كلها بتعشقها وتموت في حاجة اسمها جيلي بالحلويات أو حلويات بالجيلي. ما شاء الله، جميل جدا، روعة. وكمان حاجة للصيف ده، طبعا محتاجين طبعا كل شوية نعمل عصاير ونعمل حاجات حلوة كده ساقعة. ما شاء الله، جميل جدا وروعة. وكمان مش عليه إضافات كتيرة علشان الأطفال. تابعوا معايا الفيديو. هنجيب 4 كوبايات من الحليب أو من اللبن، 5 معالق من النشا زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده كوباية من السكر. وبعد كده هنقلب كل المكونات ديت مع بعض. وبعد كده طبعا هنضيف رشة من الفانيليا. وبعد كده طبعا هنحطهم على النار. خلاص كده جهزت معايا. طبعا هتضيفيها طبعا في كيسات او في اطباق كده صنطوطة كده او في صينية، طبعا المتوفر عندك والمتاح عندك. تمام. وبعد كده طبعا هنجهز مع بعض كيس من الجيلي. طبعا هتضيفي الكيس كله زي ما انت شايفه الباكو كله. وبعد كده طبعا تكوني مجهزه ميه سخنه، كوبايه من ميه سخنه وكوبايه من ميه ساقعه. كوبايتين كوبايتين، كوبايه من ميه ساقعه وكوبايه من ميه سخنه، كده كويس قوي. وكده القوام يكون معانا حلو ويكون متماسك معانا. تمام. انا ضفت يعني معلقتين من السكر عشان يكون السكر بتاعي يعني بتاع الجيلي يكون كويس كده معايا. طبعا وانا ضفت الكوبايه بتاعه الميه الساقعه. وبعد كده طبعا اي انواع فاكهة عندك، طبعا انا كان عندي انواع فاكهة، المانجا والعنب والموز. ضفت دلوقتي العنب وضفت دلوقتي الموز، وهضيف دلوقتي المانجا. طبعا زي ما أنا قلت لكم اي انواع فاكهة هتضيفوها عادي. وبعد كده طبعا بعد ما سيبنا الحلويات يعني ل15 دقيقة ل20 دقيقة كده في التلاجة، طبعا لغاية ما تبرد، حطيناها طبعا في التلاجة. وبعد كده طبعا جبناها ضفنا عليها طبعا الجيلي بالفواكه زي ما انتوا شايفة كده. وبعد كده طبعا هنضيفها في التلاجة لمدة 5 ساعات ل6 ساعات زي ما انت شايفة كده. بس اهم حاجة ما تطلعهاش من التلاجة الا لما تكون الجيلي اتماسك معاكي وعاد كويس. ما شاء الله، جميل جدا، روعة. بجد هيعجبك قوي وهيعجب اطفالك. ما شاء الله، حاجة ساعة كده وحاجة جميلة قوي. وكمان حاجة مش مكلفة وحاجة على قد ايدك. هنقلب بقى طبعا الحاجة الحلوة اللي احنا كنا مجهزينها زي ما انتوا شايفين كده. هنديها كده خبطتين كده علشان تنزل معانا كويس زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله، روعة، جميل قوي. طبعا الكل مستني طبعا ياكلوها. ما شاء الله بجد، من طعمها ومن الحلاوة بتاعتها بجد. يعني طعمها خرافة وطعمها حلو قوي وجميل. وكمان لازم تعمليها عندك للأطفال. ممكن كمان تعمليها في كاسات او ممكن تعمليها في اطباقها، حلوة قوي وجميلة. بجد بجد هتعجبك قوي. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوة حلوة. مع الف سلامة.